بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التحضير لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما خاض مرانه الجماعي على استاد الكلية الحربية وحرص الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف على رفع الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم بعد العودة من الراحة السلبية وخصص الجهاز الفني فقرة خططية خلال الميران تم خلالها تنفيذ بعض الجوانب الفنية قبل خوض تقسيمة مصغرة في نهاية الميران ويغيب عن التدريبات كل من محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا للتواجد في صفوف المنتخب الأول ومحمد عواد ومحمود حمدي الونش للتواجد في منتخب مصر المشارك في كأس العرب كما يغيب الفلسطيني عدي الدباغ للانتظام في معسكر منتخب بلاده والأنجولي شيكو بانزا المتواجد في معسكر منتخب أنجولا والتونسي سيف الجزيري المنضم لمعسكر نسور قرطاج والمغربي محمود بن تايج المتواجد في معسكر منتخب المغرب لكأس العرب. يواصل نادي الزمالك تحركاته لدعم صفوف الفريق خلال المرحلة القادمة، ويتمسك مسؤولو النادي بالتعاقد مع أحمد عيد ظهير أيمن النادي المصري البورسعيدي ولاعب الزمالك السابق لتدعيم الجبهة اليمني. الزمالك يضع اللاعب ضمن أولويات التدعيم في مركزه خلال فترة الانتقالات القادمة، وينتهي عقد اللاعب مع النادي المصري بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه حرية التوقيع لأي نادي خلال. ورغم محاولات المصري لتجديد عقده، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن، الأمر الذي يعزز فرص انتقال اللاعب للزمالك ويبقي الخيارات المتاحة. أما التعاقد معه في يناير بمبلغ قليل كونه عقده ينتهى بعد 6 أشهر، أو الانتظار حتى نهاية الموسم وتعاقد معه مجانا بعد انتهاء عقده. بدأ الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف في وضع البرنامج الخاص بالاستعداد لمواجهة زيسكو يونايتد ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية. الجهاز الفني رفض خوض أي مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية. هذا القرار نظراً للنقص العددي الذي يعاني منه الفريق بسبب انضمام عدد كبير من اللاعبين للمنتخبات، بالإضافة إلى استمرار البرنامج العلاجي والتأهيلي لبعض المصابين الذين يسعي الجهاز لتجهيزهم قبل استئناف المنافسات. ويغيب عن تدريبات الزمالك عدد كبير من اللاعبين، وصل عدد الغائبين إلى 13 لاعب ما بين لاعبين دوليين وآخرين مصابين. هذا الأمر دفع الجهاز الفني لخوض التدريبات بصورة طبيعية دون خوض مباريات ودية،